تخيل معايا لحظة اللي انت واقف قدام شاشة فاضية، البرنامج مفتوح واللقطات كلها قدامك وانت مش عارف تبدأ منين. هو ده نفس الإحساس اللي انا عشته بالظبط في البداية. ما كنتش عارف أبدأ منين ولا بأنهي برنامج، أدرس أنهي كورس ولا أطبق على أنهي مشروع الأول. النهاردة وبعد سنين في المجال ده، لو جات لي الفرصة إن أرجع للحظة دي تاني مش هعمل نفس الأخطاء دي، هعمل بالظبط اللي هقولك عليه دلوقتي. في الفيديو ده هقولك على 6 خطوات أساسية لو اتبعتها صح وعملت الجهد اللازم هتخليك إن شاء الله محترف وسريع في المونتاج، وهتغير نظرتك عن المونتاج 180 درجة. في الفيديو ده ببساطة أنا هشرح لك إزاي تتعلم مونتاج من البداية، وإزاي ما تغلطش نفس الغلطات اللي أنا غلطتها في البداية وأنا بتعلم، اللي قعدتني فترات كبيرة جدا تايه ومتلخبط. نبتدي معانا بأول خطوة وهي العقلية والمنظور. اول مفهوم خاطئ واول غلطه عملتها في البدايه ان كنت فاكر ان المونتاج معناه ان انا ايدي تبقى سريعه على الكيبورد واللي انا بقص بسرعه، لحد ما قعدت مع واحد شغال في المجال بقاله سنين وقال لي جمله غيرت تفكيري، وهي اللي خلتني بدات افوق لنفسي وابص للموضوع بشكل تاني. انت مش بتقص لقطات، انت بتحكي قصه. من ساعتها بقيت بسال نفسي قبل كل قرار باخده، هل القط اللي انا عملته ده بيخدم القصه ولا هو شكله حلو كده وخلاص؟ وكمان بقيت بفكر بعقل اللي هيتفرج مش بعقل انا، هل هو محتاج ايقاع سريع يشده ولا هدوء يخليه يستوعب الكلام والمشاعر اللي موجوده في الفيديو. واهم حاجه حدد انت ليه بتعمل الفيديو ده ولمين، لان انت لو بتعمل ده من غير سبب حقيقي ومن غير خطه حقيقيه هتقف في نص الطريق اول لما تواجه اول مشكله. فكر بعقليه الجمهور، وسع زاويه رؤيتك. انت مش بتعمل الفيديو ده لنفسك، انت بتعمله للجمهور. مع كل كات وترانزيشن بتضيفه اسال نفسك سؤال، هل الفيديو محتاجهم فعلا ومحتاج اللي انا بعمله ده، او القطايه دي او الترانزيشن ده؟ مش اي ترانزيشن اجي اروح راميه على التايم لاين وخلاص وكررت وخلاص خلصت، ده مش مونتاج. ولو انت بتحط ميوزك في الفيديو بتاعك واللي انت تعمل فيديوهاتك بميوزك، فلازم تختار الميوزك بعنايه، مش اي حاجه واروح حاططها وخلاص. حط ميوزك متماشيه مع الموقف، متماشيه معاك، تحسس المشاهد باللي انت عايز توصله في الفيديو. لان الميوزك انت لما بتشوفها في الافلام ومسلسلات بتدي فعلا روح للقصه، كفيله اللي هي تغير منظورك عن الفيديو كله او الفيلم كله، يا تخليك حاسس بشعور حزين يا بشعور سعيد. لان انت شوف كده مسلسلات او الافلام الرعب من غير المؤثرات البصريه ومن غير الميوزك اللي بيحطها لك، الفيديو هيبقى كوميدي او الفيلم هيبقى كوميدي اللي هم بيعملوه، مش هيبقى رعب خالص. الخطوة التانية، مش مهم تشتغل بأنهي برنامج. السؤال اللي بيجي كتير للناس في بدايتهم، اشتغل على أنهي برنامج؟ والحقيقة ان البرنامج نفسه مش هو الفيصل في المونتاج، الفيصل هو ازاي بتفكر وانت بتستخدمه. لان البرنامج ده ما هو الا أداة بتستخدمها، لكن الفكر كله هنا. هو ده المونتاج، مش الأداة نفسها ولا الجهاز نفسه. أنا شخصيا بستخدم أدوبي بريمير للمونتاج الأساسي، ولو في عناصر موشن جرافيكس كتير بستخدم الأفتر إفكت، وممكن بستخدم برضو بعض الأحيان فوتوشوب لو أنا بقصقص حاجات مثلا وصور وحاجات عايز أضيفها للفيديو. بس طبعا أنت في الأول ميزانيتك مش هتبقى سامحة، فمحتاج برنامج مجاني، فدافينشي ريزولف هو اللي هيبقى الخيار الأمثل بالنسبة لك، وهو دلوقتي القادم في المونتاج. وبفكر فعليا إن أنا ممكن أنقل أصلا البرامج اللي أنا بشتغل عليها للدافينشي، لان انا بلون على دافينشي وهو تقريبا الاقوى في التلوين في البرامج اللي موجوده دلوقتي. فانت بالنسبه لك كبدايه دافينشي ريزولف هيبقى كويس، وممكن اصلا تحترف فيه، فالبرنامج هيبقى حلو. بس هو مشكلته في حاجه واحده، اللي مالوش توتوريال كتير على النت دلوقتي، لان البرنامج يعتبر وصل لمرحله جامده جدا في المونتاج من كل العناصر. فالمرحله اللي هم وصلوها دي لسه جديد فيها، فملهاش توتوريال عربي موجود كتير. ممكن تلاقي في التوتوريال الاجنبي بس برضو مش هتلاقي كل حاجه موجوده. فممكن ان انت تستثمر شويه في نفسك، واللي انت تدفع في كورس مدفوع يكون حد ثقه تقدر تاخد منه كورس دافينشي ريزولف. الخطوه الثالثه ودي ركز فيها، لان في 4 اساسيات مهمه ما ينفعش تستغنى عنها في المونتاج. من اكبر الغلطات اللي انا عملتها في الاول ان حاولت اتعلم كل حاجه في نفس الوقت. طبعا كان في فكري اللي انا كده هبقى اسرع في اللي انا ابقى جامد واللي انا هتطور جدا في المجال، بس طبعا ده وقع بيا في الارض. اتشتت في البرامج كتير، ومواضيع كتير بتتفتح قدامي، ومصادر كتير بتتفتح قدامي، ما بقتش عارف اختار ما بينهم، وما بقتش عارف ابدا في حاجه، لحد ما اكتشفت ان المونتاج بيعدي ب4 مراحل اساسيه. الاول وهو التكوين.
ترتيب العناصر في الكادر، اللي هو زي ما انت شايف كده الكادر اللي انا موجود فيه، انا عايزك تركز معايا انا، فهتلاقيني انا العنصر الاساسي في الفيديو. فخد بالك من التكوين، لان لازم يبقى موجود بشكل صحيح وشكل كويس ومدروس عشان الناس تفضل مكمله معاك وتحب الشكل ويبقى مريح للعين. تاني حاجه واللي هي بقت مهمه جدا دلوقتي وهو الستوري تيلينج. اي فيديو مهما كان نوعه لازم يبقى ليه بدايه ووسط ونهايه، واللقطه اللي شكلها حلو بس مش بتخدم القصه بتاعتك شيلها من غير تردد. تالت حاجه وهو الصوت، ودي تقريبا اهم حاجه موجوده في الفيديو. المشاهد ممكن يسامح في اي حاجه جوده متوسطه مثلا هيسامح فيها وممكن يكمل الفيديو لو في معلومه كويسه، بس مستحيل يسامح لو الصوت وحش. لو الصوت مش مريح وكويس بالنسبه له مش هيكمل الفيديو. يعني انت دلوقتي سامعني الصوت كويس، لكن لو الصوت بقى كده انت مستحيل تكمل الفيديو، الا لو انت مضطر وحد مهددك واللي انت في معلومه لازم هتعرفها حياه وموت. ورابع واخر حاجه معانا وهي ايقاع الفيديو، اللي هو لازم تبقى عارف امتى تسرع ايقاع الفيديو عشان يبقى حماسي، وامتى تبطئه عشان تدي للمشاهد مساحه لانه يقدر يستوعب الحاجه. لازم المشاهد يحس اللي هو محبوس جوه الفيديو، اللي انت تسرع الايقاع شويه، بعد كده لازم تهديه سنه يبقى ماشي كده، بعد كده تطلعه تاني في الايقاع. هو ده نفس ستايل اصلا الاكشن وافلام الرعب، هتلاقي اللي هو فجاه ايقاع عالي، فجاه الايقاع نزل، بعد كده راح مطلعه تاني، فخلى المشاهد في حيره كل شويه ما بين تلخبط في المشاعر، هنا حاسس بحاجه وهنا حاسس بحاجه، فمخليه اللي هو عنده اشتياق اللي هو يعرف ايه اللي جاي في الفيديو، ودي حاجه بتخلي المشاهد يعيش معاك اللحظه. رابع خطوه معانا وهو التطوير المستمر. المونتير اللي بيوقف انه يتعلم باستمرار وانه يطور من نفسه بيفضل ثابت في مكانه. المجال ده بيتطور كل يوم، ده لو اذا ما كانش كل ساعه اصلا، كل شويه في حاجات جديده بتظهر، والاي اي انت لازم تبقى لامم ده كله وبتتعامل مع ده كله بشكل احترافي، واللي انت تحاول تطور من نفسك على قد ما تقدر. والخطوات اللي انت لازم تعملها كل يوم هي بسيطه، اللي انت تطبق، تراجع شغلك بعين ناقد مش بعينك انت كشخص، لان المناسب ليك مش لازم يبقى مناسب للكلاينت، مش لازم يبقى مناسب لحد تاني بيتفرج عليك. شوف الاخطاء بتاعتك وعدلها وارجع عيد الكرة دي من تاني. هو ده اللي بيخلي الواحد يتعلم، انه يغلط وانه يطبق وانه يشوف ستايل معين عاجبه فياخده يحاول يقلده ويحاول بعد كده يطوره لنفسه، لان انت مش ما تاخدش الحاجه كده تقلدها وتروح منزلها زي ما هي، لا انت لازم تعدل فيها، تعملها بطريقتك، تعمل الستايل الخاص بتاعك. وده مش هيجي في الاول غير بالتدريب كذا مره، واللي انت تعرف تطلع في نتائج كتير، ده اللي هيطور من نفسك. الاخطاء واللي انت تلاقي عيوب من نفسك كل شويه هتعرف تطور من نفسك بسرعه، لكن هتثبت في مكانك وبدون ما تتعلم كل يوم بشكل مستمر هتفضل ثابت في مكانك، والناس كتير هتعديك، وممكن تبقى ناس اصلا هي لسه بادئه امبارح وانت بقالك سنين، الناس دي كلها هتعديك، هتفضل في نفس المكان بعد سنه زي دلوقتي. خامس خطوه معانا، محدش بيكبر لوحده. الشغل لوحدك قدام الشاشه لمده طويله بيقتل الشغف عندك والكرياتيفيتي اللي موجوده في دماغك، فجبت لك 4 طرق تكسر بيهم الحته دي. اولا، ابتدي شغل في شركه. طبعا هتقول لي ده صعب وازاي، وفي شركه تاخد مختارين؟ انزل تدريب في اي شركه، لان ده هو انا عارف اللي هو صعب واللي هو ممكن يكون رخم، بس هيسرع انتاجيتك وتعليمك بدرجه كبيره جدا. هيتحط عليك وهيبقى في ضغط عليك كبير جدا، بس هيطورك بسرعه جدا. هتتعلم اداره الوقت، واللي انت تقدر تنظم وقتك، اللي انت تبقى ما تتكاسلش في الحاجه، ازاي تتعامل مع العملاء عمليا. ده هيخليك اسرع كتير في اللي انت تتعامل مع عملاء، لان انت التعامل مع العملاء صعب جدا، واللي انت تفهم دماغ اللي قدامك يعني حاجه شبه مستحيله. فلازم عشان تعدي بالمرحله دي واللي انت تقطع نص الطريق اصلا او نص المشوار اللي انت هتمشيه، لازم تتعامل في شركه، لان انت في الشركه هتختلط مع ناس كتير، مع عملاء كتير، هتعرف تتفق معاهم، تعرف تتعامل مع كل عميل. لكن اللي انت بتبدا من نفسك كفريلانس بيبقى الموضوع صعب شويه، اللي انت تتعامل مع عملاء صعب، اللي انت تعرف تهندل العميل. فانت لازم يبقى في شركه عشان تعرف تتعامل ازاي، لان انت اول كام عميل دول انت فاهم انت الدنيا هتبوظ منك معاهم، فلازم تبقى بتتعامل بشكل مستمر مع عملاء. بعد كده بقى تبدا تشتغل فريلانس، تبدا تجيب العملاء الخاصه بيك، تبدا تتعامل مع الناس، ده هيبقى بالنسبه لك اسهل. لان زي ما بقول لك دي اخطاء انا وقعت فيها في الاول، دي حاجات انا محدش قالها لي وما سمعتهاش، فكنت اتمنى ان حد يقول لي الكلام ده بصراحه. بس الحمد لله يعني ايه بدات اطور من نفسي واحده واحده على مدار السنين اللي فاتت، فالحمد لله يعني ايه حاسس ان انا لسه قدامي شويه حلوين، بس بحاول كل يوم اطور من نفسي. تاني حاجه، دور على منتور ليك، حد سبقك في المجال وانت شايفه قدوه في مجالك، اللي انت تقدر تتعلم منه وتشوف التجربه والخطا، لان الناس بتطلع تقول
يقول لك هم غلطوا في ايه وازاي يصلحوا الغلط ده وازاي يطوروا من نفسهم، فانت ممكن تاخد نفس الحاجه وتطبقها على نفسك. تالت حاجه، ما تبقاش لوحدك، اعمل علاقات كتير، مش لازم مع العملاء بس، لا مع منترين تكتسب خبرات منهم، لو انت وقعت في حاجه بتسالهم وهيجاوبوك، لان في ناس سبقتك في المجال، في ناس عندهم معلومه واحده بس هي ممكن تفيدك، ممكن في ناس كتير هتبقى موجوده هم هيحتاجوا منك معلومات، في ناس اصلا هتفتح لك سكه شغل، هيبقى عندهم شغل كتير فهيكلموك. وانا في شغل كتير جالي بالطريقه دي واشتغلت مع الناس دي بسبب اللي انا بس عامل علاقات مع ناس ممكن ما يبقاش التواصل ما بيننا 24 ساعه، ممكن ما نبقاش صحاب، بس هو الراجل شاف اللي انا في حاجه كويسه واللي انا شايف اللي انا اسلوبي كويس في التعامل مع الناس، فما فيش حد هيرشح حد مثلا بيتعامل باسلوب وحش او مونتاجه مش قد كده. ورابع حاجه معانا، ابني علاقه حقيقيه مع العملاء بتوعك، ما تبقاش مجرد حد بينفذ الاوردرات اللي بتجيلك وبس، خليك شريك في حل مشاكلهم. يعني هو مثلا شايف اللي هو لا انا عايز الحاجه دي، والله انصحه، ولا انت لو عملت الحاجه دي مش هتبقى مظبوطه، لا طب ايه رايك اعمل لك كذا اعمل لك كذا، تعال نجرب دي مع بعض، هتلاقي اللي هو بدا يبقى في ثقه ما بينك وما بينه، هيبقى في شغل دايم. لكن العميل اللي هيجي هيلاقي اللي انت عملت الاوردر اللي هو بنفذه بس وخلاص، ممكن الاوردر ما يعجبوش او ممكن مش هو ده اللي كان متخيله او عملته وخلص، ممكن ما يرجعلكش تاني لانه ما شافش فيك الحاجه المميزه، هو شاف حد بينفذ اللي انا بقوله له وخلاص. لا انا عايزك تبدع. مش دايما العميل اللي بيجي لك بيبقى فاهم في المجال، ممكن هو العميل في حاجه في دماغه هو ما يعرفش اللي دي ممكن تبوظ له المبيعات اصلا اكتر من الاول، فانت اللي بتنصحه، وانت اعتبر ان انت المخرج اللي بيخرج العمل، حتى لو انت اللي مصور، انت كده كده باغلبيه الوضع مش انت اللي هتبقى مصوره، فانت هيجي لك داتا اشتغل عليها، فخليك انت المخرج اللي هتحرك العمل. الداتا لو متصوره وحش مش هقول لك ان انت هتخليها احلى بكتير، بس انت ممكن تعدل الوضع تخلي الوحش ده ما يبانش، تطلع الحلو اللي فيها. لكن لو الداتا متصوره حلو جدا والمصور يعني بيرفكت في كل حاجه، لكن انت منتجك ضعيف، انت هتبوظ الفيديو، هتبوظ الدنيا، واللي هيشتغل معاك مره ممكن ما يرجعش يشتغل معاك تاني. اهم حاجه اللي انت تتعامل باحترام مع كل الناس، اللي انت تقدر نفسك كويس، اللي انت اسلوبك يبقى كويس، حتى لو المونتاج بتاعك مش اقوى حاجه. في ناس بتشوف اللي المونتير انا مرتاح معاه، انا ممكن اخده عشان انا مرتاح معاه، مش ممكن ما يبقاش احسن مونتير موجود في الدنيا، لان انا عايز اقول لك القاعده اللي موجوده اللي الجامد في اجمد منه في كل المجالات وفيه في كل حاجه. فانت كده كده مهما وصلت في اللي اجمد منك، انت مش لازم تبقى اجمد واحد عشان تعرف تشتغل، بس اهم حاجه يبقى تعاملك طيب مع الناس، تسيب اثر في الناس باحترامك ليهم وباحترامك لنفسك ولشغلك، هتلاقي الناس بتحترمك ومن الناس مديالك قيمتك من غير اصلا ما تطلبها. الخطوه السادسه معانا، لو انت عملت ده كله صح، ابدا يرفع قيمتك وسعرك في السوق. بس اولا قبل ما ترفع السعر، ارفع القيمه بتاعتك، خليك القيمه اللي محدش يقدر يستغنى عنها. ارفع قيمتك اللي انت تخلي اللي قدامك لو استغنى عنك هيخسر في شغله، اللي انت لو قيمتك كويسه واللي انت شغلك كويس جدا وبيشهد بيه، هيبقى صعب الاستغنى عنك، ومهما كان اللي هتطلبه هتاخده. خليك صعب تتعوض، ده هيحفظ قيمتك ومنظرك، واللي انت بص هتطلب كل اللي انت محتاجه عشان تتحول من مونتير بيتقاضى سعر عادي لمونتير مطلوب وسعره عالي جدا ومختلف عن الموجودين. فانت عشان تعمل كده محتاج 3 حاجات، اولهم البيرسونال براند. اعمل براند لنفسك الناس تعرفك بيه، اظهر بوشك، قول للناس انت بتعرف تعمل ايه، شارك الناس طريقة تفكيرك مش شغلك بس، عشان زي ما قلت لك العميل يدور عليك انت شخصيا، مش يدور بس على المهارة اللي انت بتضيفها له او الحاجة اللي انت هتقدمها له، لا يدور عليك انت كشريك. 2، اتعلم المهارات المكملة زي اساسيات الموشن جرافيكس، مش لازم يعني ان انت تحول مجالك كله للموشن جرافيكس، واللي انت تزود عندك ازاي تكتب سكريبتات، اللي انت الماركتنج شويه، دي حاجات بتزود قيمتك وبتخليك تعرف تجيب عملاء وشغل جديد من غير ما تغير التخصص بتاعك. وثالث حاجه اللي انا لسه قايل لك عليها من شويه، الاحترافيه في التعامل، انك تلتزم بالمواعيد، ده بيخليك خيار مضمون مش بس اختيار من ضمن كتير. لان عايز اقول لك اللي اهم حاجه في شغلنا ده الالتزام بالمواعيد، ما تديش ميعاد وانت مش قادر تلتزم بيه، لازم الميعاد اللي انت هتديه هو انت كلمتك عقد، والله انا هسلمك بعد 3 ايام، يبقى انا قبل ال3 ايام اكون مسلمك، ما ينفعش انا اقول له بكره واجي اسلمه بعد 3 ايام، لا انت كده سمعتك بتبوظ، واحنا اصلا المجال كله عباره عن سمعه، لو سمعتك وقعت اللي انت بتتاخر في المواعيد ممكن ناس كتير ما تجيلكش، لان الناس كلها دلوقتي بقت مستعجله وعايزه تخلص الحاجه دلوقتي قبل بكره. فخليك واضح وصريح في كل التفاصيل وكل الحاجات اللي انت هتعملها، عشان ما تجيش الكلمه اللي انت تقولها لازم تلتزم بيها، لو ما التزمتش بيها الموضوع ده بيقلل من قيمتك ومن سعرك. فدي كانت الحاجات اللي لو رجع بيا الزمن كنت هعمل الخطوات دي وهمشي عليهم، وانت فعلا لو مشيت على الخطوات دي هتوفر عليك سنين من التخبط وايام كتير قوي انت بتبقى مش فاهم ايه اللي بيحصل معاك، فلازم تراجع نفسك وتشوف ايه الغلط اللي انت كنت بتعمله. انت دلوقتي عندك
اللي محتاجه، فمبقاش في حجه بقى اللي انت تقعد تاجل اكتر من كده. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه اللي محتاجين ان انا اعمل عليه الفيديوهات اللي جايه، واي حد عنده استفسار ممكن تكتب لي تحت في الكومنت وهرد عليك ان شاء الله، او تواصل معايا على اي منصه من منصات السوشيال ميديا هتلاقيها موجوده تحت في الديسكريبشن، وان شاء الله اقدر ارد عليك وافيدك. فده كان خلاصه الفيديو النهارده، اللي دي المراحل الاساسيه اللي هتعدي عليك في المونتاج كبدايه تعلمك. ان شاء الله هيبقى في فيديوهات اكتر من كده عن المونتاج، وان شاء الله تستفيدوا. واي حد عايز فكره معينه او فيديو معين اعمله عليه اكتب لي تحت في الكومنتس وان شاء الله اقدر اعمله لك. فلو عجبك الفيديو ما تنساش باللايك والشير والسبسكرايب، لان ده بيدعمني ان انا اكمل وان اشوف التفاعل بتاعكم. دي حاجه يعني بتفرحني، والتعليقات بتاعتكم الجميله اللي كانت على الفيديوهات اللي فاتت، فدي حاجه خلتني سعيد جدا ومبسوط جدا ان انا رجعت معاكم تاني. وما تنساش تتابعني على منصات السوشيال ميديا هتلاقيها موجوده تحت في الديسكريبشن. فان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خيرة الله. سلام.